يلا بينا نبدأ الفيديو. قوم يا بساتينو، انت لسه نايم وبتشخر؟ يلا يا ابني، يلا يا حبيبي قوم، المدرسة كده هتتأخر. هو رافع رجله كده ليه؟ في حد بينام بالشكل ده؟ يا ابني قوم. يا صلاة النبي، ده انت نايم زي ستك بالظبط. يلا يا بساتينو. في ايه يا ماما؟ انت بتضربيني كده ليه؟ عمالة اصحي فيك من ساعتها مش راضي تصحى. يلا بقى قوم، قوم يلا، الباص كده هتتأخر عليه. يوه، هو كل يوم مدرسة كل يوم مدرسة؟ أنا مش عايزة أروح. إشمعنى بابا ما بيروحش المدرسة؟ بابا كبر خلاص يا ابني حبيبي، يروح مدرسة إيه؟ هو بعد ما شاب ودوك كتاب. إيه ده؟ إيه ده؟ يعني إيه الكلام ده؟ أنت كلامك كله بس زي تيتا بالظبط يا ماما. عشان بس قاعدة معاها على طول يا ابني. يلا قوم قوم، بطل غلبة. مالك يا بشاتينو؟ زعلان كده ليه؟ أنا مش عايزة أروح المدرسة يا تيتا. عارف يا بشاتينو، ابوك لما كان يجي يقول لي انا تعبان مش عايز اروح المدرسه، كنتش بعمل فيه ايه؟ كنت بتعملي ايه يا تيتا؟ كنتش بستخدم السلاح الفتاك بتاع كل الامهات. عارفه يا ولا مش عارفه؟ عارفه يا تيتا. انا همشي احسن وبحب المدرسه قوي. يلا بقى، سلام عليكم. ايوه كده، انجري بقى بدل ما اضربك، اجيال اخر زمن. الحمد لله على السلامه يا بشاتينو يا حبيب تيتا. مالك يا ولا؟ زعلان ليه؟ هو انت رايح زعلان جاي زعلان؟ اعمل فيك ايه يا ولا؟ فك شويه. اصحابي يا تيتا قعدوا يتريقوا عليا ويقولوا لي يا فاطر رمضان. مش انت قايله لي يا تيتا ان انا مش مكلف وكفايه قوي ان انا بصوم لحد الظهر؟ قلت لهم كده، قعدوا يتريقوا عليا ويقولوا لي لا احنا بنصوم رمضان كله يا فاطر رمضان. بقى هو الموضوع كده. ايوه يا حبيبي، انا كلامي صح، انت مش مكلف، وكمان بنعودك واحده واحده علشان انت لسه طفل صغير. ماشي، انا هاجي معاك المدرسه دي واقعد احلل الافعاد دي. شكرا يا تيتا. انت يا ولد يا اللي هناك، انا شايفك بقك بيلعب وبتاكل. هو خلاص يعني ما عادش فيه هيبه؟ المدرس بتاعك واقف وعمال تلعب بقك. انا اوريك دلوقتي لما اربطك في الفلكه. سكوت، نرجع تاني لموضوع حصتنا النهارده. يلا، مين هيجاوب؟ الارض كرويه ام مسطحه؟ اتفضل. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا حاجة، تأمريني؟ الامر لله. انا جاي اشتكي لحضرتك، ينفع كده اللي تلاميذك عملوه في بشاتينو؟ عملوا إيه يا فندم؟ أنا كنت لسه هشتكي دلوقتي لحضرتك إن بساتينه متغيب. متغيب ايه حضرتك؟ بقول لك انا جاي اشتكي لك. بشاتينو راجع امبارح زعلان خالص من المدرسه. ينفع كده؟ ينفع التلاميذ يتنمروا عليه وكمان يقولوا ان هو فاضل؟ ما يصحش كده. حضرتك معلم تربوي فاضل، عرفهم ما يصحش كده. واحدة واحدة يا فندم. حضرتك دلوقتي قوليلي واشرحيلي ايه اللي حصل بالظبط. ما انا بقول لك اهو يا اخويا. أنا أخوكي؟ ما عليك. حضرتك الولد كان بياكل وسط زمايله وكده ما يصح. في ناس صايمة. ما اللي شايم، انا هعمل لهم ايه؟ مش ضروري يعني الولد يفضل شايم طول النهار، ده طفل يا حبيبي. يعني طفل. كنا زمان بنصوم من واحنا عندنا 5 سنين، دلوقتي الولد عنده 7 سنين لازم يصوم. ده كلام فارغ ده. انا عايزه اروح للمدير، ما يصحش كده. اتفضلي بقى حضرتك، بوظتيلي الحصة. ولا يهمك يا واد يا بساتينو، هاخد لك حقك ان شاء الله، حتى اشتكيهم في الاداره التعليميه. ما تزعلش يا ولا يا بساتينو، ولا يهمك، انا هاخد لك حقك دلوقتي. انا خايف يا تيتا، المدير صعب قوي. مش هشعب مني يا واد، اصبر بس وانا اجيب لك حقك. ايوه يا فندم، انا المدير، تأمريني. هو ازاي حضرتك المدير؟ مش انت دلوقتي اللي كنت بتدرس للعيال في الفصل؟ حضرتك انا المدير وانا المدرس اللي بيدرس وانا كمان الفراش بتاع المدرسة. هو ايه دي؟ انا مش فاهمه حاجه.
أي خدمة يا فندم أقدر أقوم بيها مع كل الخدمات اللي بقوم بيها دي. طبعا حضرتك الله يكون في عونك. هتعمل ايه ولا ايه؟ معلش بس احنا بنستسمح حضرتك تفهم الطلاب اللي عندك ان كده غلط، ما ينفعش يتنمروا على الولد بشاتينه. انا لسه قايله للمدرس اللي في الفصل كده. حقك علينا يا فندم. طبعا كل اللي انت عاوزاه هيحصل. انا اسف لحضرتك بالنيابة عن المدرس اللي كان واقف جوه في الفصل، بس هنعمل ايه؟ ما عندناش غيره. ايوه خلاص فهمت. تحيا جمهورية مصر العربية. تحيا جمهورية مصر العربية. والآن الإذاعة المدرسية. حكمة اليوم يقدمها الطالب مودي. حكمة اليوم: الطالب الفاشل هو الطالب الذي يمكن أن يكون الأول على فصله لولا وجود الآخرين. بيدل على خيبته. حكمة اليوم: الأغنياء وحدهم هم الذين لا يصيبهم الشك. تنشك في معاميك يا عيد. كفاية كده، شكرا يا مودي. والآن مع فقرة هل تعلم للطالبة أحلام اللي هو يعني. هل تعلم لو قمت بمضغ اللبان عند تقطيع البصل لا تدمع عيناك؟ انا قلت البنات مالهمش الا المطبخ من زمان. البنت طول عمرها ناجحة في كل شيء. ده كلام اعلانات ده. بس يا جماعة اهدوا شوية يا جماعة، احنا في الإذاعة المدرسية ولا في السوق؟ والآن مع الطالبة سلوى هتغني لنا أغنية جميلة. هي سلوى دي بتعرف تغني أصلا؟ أدينا هنسمع ونشوف. شيك شاك شوك، شيك شاك شوك، اديني يا حبيبي الرب والروك. شيك شاك شوك، شيك شاك شوك. ايه الحلاوه دي؟ الله ينور يا ست سلوى. بس يا سلوى فضحتينا يا بنتي، اللي انت قلتيه ده في ايه؟ احلام اغنيه جميله هي، سمعت بابا بيغنيها امبارح. ما شاء الله ونعم الاب يا حبيبتي ونعم التربيه. وبكده نكون وصلنا لختام الاذاعه المدرسيه، وشكرا لكم ويلا على فصلكم. ايه يا بنتي اللي انت عملتيه في الاذاعه ده؟ هو ده النشاه اللي انت قلتي لي هتقوليه؟ شيك شاك شوك. يا فرحتي بيكي يا سلوى، وانا طول عمري طالعه بيكي السما واقول لامي سلوى دي اشطر واحده في الفصل. في ايه يا بنتي انت مقفره الموضوع كده ليه؟ عادي، دي اغنيه جميله، سمعت بابا مشغلها وبيرقص عليها. يا وجع مربربه، طب ما تقوليش لحد بقى يا سلوى اسكتي بلاش فضايح. لا بس انت كنت هايل النهارده في الاذاعه يا واد يا مودي، كنت خاربها يا واد. بجد؟ تفتكر فاتن عجبتها؟ خخ ده انت تعجب العمده. الله يكبر بخاطرك يا واد يا محروس. وانت عامله ايه يا فاتن؟ ايه رايك في اداء مودي النهارده؟ كان هايل. هايل ايه يا بنتي؟ انت عاجبك ايه في الولد ده؟ عجبني فيه كبرياءه. كبرياء ايه؟ هو ماشي على راسه. ما تقوليش على مودي كده. بقول لك ايه يا مودي، اوعى تقول لماما ان انا غنيت شك 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 النهارده. لا انا هقول لبابا وهقول لماما وهقول للعيله كلها بتغني لي شك 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 في الاذاعه. خليهم يشوفوا ست سلوى على حقيقتها. وانا مالي يعني يا مودي؟ مش بابا اللي كان مشغلها امبارح وعجبتني ولقيته بيرقص عليها؟ هو ابوكي بس اللي كان بيرقص؟ ده امك كانت بترقص وانا كنت برقص والعيله كلها كانت بترقص. انا مش عارفه ايه العيله الهلس دي. ايوه فعلا.